اليوم بغيت نتكلم على واحد الكلمة اللي كتبان لنا بسيطة، ولكن هي في حد ذاتها واحد الكلمة اللي تقدر تكون خطيرة واحد شوية. هاد الكلمة هي غدا. تا الغدا ونبدا ندير هاد الحاجة، تا الغدا ونمشي ندير هاد الحاجة، تا الغدا ونقضي هاد الغرض، غدا يكون خير. هاد الكلمة هادي في بزاف ديال الحالات ولا في اغلب الحالات تقدر تتحول الى ما عمرك غادي دير داك الحاجه. وشحال من واحد انا متاكد يتفرج في هذا الفيديو وغتكون عنده على الاقل حاجه غتلقاه كان كيأجلها يعني لواحد المده طويله بزاف، وكل مره كيقول غدا ولا السيمانه الجايه ولا الشهر الجاي ولا يعني كتبقى غادي داك غدا ما كتكونش غدا حقيقه، كتولي واحد المده الى ما لا نهايه. يعني صافي ما كتبقاش عندها حد، يعني ماشي 24 ساعه وغدير ديك الحاجه ولا 12 ساعه، صافي كتولي ما كديرهاش وما غديرهاش. كنظن ان العجز من اكبر الاعداء ديال الانسان. العجز يقدر يخرج لك على حياتك ويقدر يخليك ما دير حتى شي حاجه في حياتك. يعني وكنهضر على الحوايج اللي مهمين في الحياه، ما كنهضرش على اي حاجه، كنهضر يعني الحوايج اللي كتبغي ديرهم يعني وعارف فيهم مصلحتك، وحوايج اللي كديرهم يعني بغي ديرهم من قلبك وعزازين عليك. وشحال من حاجه كنتي باغي ديرها، ولا مشروع ولا قرايه ولا شي حاجه بغيتي تتعلمها جديده، وكتبقى غدا ندير غدا ندير غدا ندير وما كدير حتى شي حاجه. آه كنظن واحد الحاجه رديت لها البال مؤخرا، كنظن ان كل ما الانسان بقى كيقول انه غيدير شي حوايج ما كيديرهمش، يعني ولا كاينه شي نسبه كبيره انه ما غيديرهمش. يعني فعوت لما نبقاو نقولوا شنو غنديروا، الا قلت لكم فعوت لما تقول الحاجه سير ديرها نيشان، علاش كتبقى تقول انك غديرها؟ ما كتنفعك حتى شي حاجه داك الهضره بزاف، ولا انا غندير ولا غدا غندير ولا تبقى تعاودها للناس راني غندير ولا راني ما نمشي ندخل لاصال نبدا ندير الرياضه ولا ما تقول حتى واحد نوض وديرها. كل ما بقيتي كتقول لك الحاجه بزاف كل ما كتكبر النسبه انك ما غدير حتى شي حاجه. يعني بحال اللي فاش كتقول هذيك الحاجه بحال اللي دماغك شي مرات كيحسبك بحال اللي درتيها، يعني صافي كتكون يعني وصلتي بحال اللي وقعت واحد لا ساتيسفاكسيون غير من داك الهضره، يعني صافي راه بحال اللي راك درتيها. لا، حاول فوت لما تقول مثلا مثال غادي غدا غنوض ندير شي حاجه، الا قدرتي دير هذيك الساعه نوض ديرها، علاش ديرها حتى غدا غنجمع البيت ديالي مثلا، كاين اللي كتلقى البيت ديالو مرون حتى حاجه ما شاده بلاصتها، هو حتى الغدا ونجمع بيه. واذا كان يمكن لك دير هذيك الساعه يعني قادر تجمع بيتك ديك الساعه نوض جمعو، علاش غتجمعو غدا؟ ولا كتنوض مثلا فاش لما تجمعو وانت قادر تجمعو كتنوض تقول لشي حد راه خاصني نجمع هذاك البيت، ونوض صاحبي جمع هذاك البيت. علاش كتمشي تقول هذاك الشيء للناس وراه خاصني ما نبقاش ندير هادي راه ما صالحاليش وما تبقاش ديرها؟ علاش كتقول للناس راه ما خصكش تبقى دير وانت عارف ان ما خصكش ديرها؟ ما ديرهاش تو سامبلومون، سي سامبل. يعني شي حوايج في الحياه بسيط، داكشي بسيط، والانسان كيبقى يعقد الامور، يبقى حاجه غير دغيا تقدر تساليها وتفضيها وتقضي الغرض، كتبقى تجبد الحاجه فهمتي تطولها، يعني كتبقى تعطيها واحد الوقت اكثر من اللي خصك تعطيها. حاجه خصك ديرها، خصك تقضي شي غرض، نوض في الصباح بكري سير قضي الغرض صافي سالينا، بلا حتى الغدا وحتى نشوف وبلاتي نو. الا عندك شي حاجه مهمه خصك ديرها، باغي تتعلم شي حاجه جديده، باغي تقرا شي حاجه ديك الساعه يمكن لك دير ديك الحاجه ديك الساعه ديرها. بدا، راه خصك تبدا بعدا اول حاجه. يعني كما كنقولوا شي مرات البدو هو اللي كيكون صعيب، اما من بعد راه الانسان كيولف وكيولي داكشي اللي كان كيجيه صعيب وقاصح راه كيولي كيسهل شويه بشويه، وكتولف وصافي وكتولي عندك واحد العاده زوينه. فعاد لما تبقى عاكس ديما كتولي بالعكس صافي. النهار الاول غتجيك شويه ثقيله هذا لا
مع كيكون الانسان مولف العجز مثلا، النهار الثاني غتجيك خف شويه من النهار الاول، وهي غادا وصافي غيولي يجيك داكشي ساهل. يعني مع الوقت تولي اي حاجه خصك تقضيها صافي غتجيك ساهل. صافي مثلا غدا غادي نوض في الصباح بكري نقضي الغرض، ولا دابا خصني ندير شي حاجه عندي الوقت باش نديرها، نمشي نديرها ديك الساعه بلا ما نبقى نتسنى، وبلا ما نعاود للناس القصه ديالي وكيفاش انني انا خصني نمشي ندير داك الحاجه وراه زعما داك الحاجه مهمه، وانا وشي مرات كتبقى كان خصني نديرها البارح، وكان خصني نديرها هذيك السيمانه، وكتبقى غادي في واحد السلسله ديال العجز اللي ما كتسالاش. وفي شي حالات العجز كيكون ناتج في واحد الحالات بالضبط كيكون ناتج عن واحد شي مرات الاكتئاب حتى هو كيكون الانسان مكتئب وما كيقدر يدير حتى شي حاجه، كيكون يعني اي حاجه كتجي ثقيله، يعني حاجه اللي كان كيديرها بسهوله قبل ما كيبقاش قادر يديرها، كيكون مكتئب ما عجبوش الحال. هذه حاله خاصه عاوتاني، يعني خاصه واحد العلاج، وخاصه يعني طريق طويله. انا في هذا الفيديو هذا كنهضر يعني على الانسان اللي ما عندوش يعني ما عندوش شي مشكل نفسي ولا هذا، وغير هو معكاز وصافي، يعني بخير نفسيا مزيان، نفسيا مزيانه، ولكن هو معكاز يعني فيه عاده، يعني متعود على انه يكون معكاز، ما كيبغي يدير حتى حاجه ولا كيبقى ياجل الحاجه الى ما لا نهايه. هادشي اللي كاين. ونتمنى تكونوا فهمتوا الميساج ديالي، وإلا عندكم شي نصائح بالنسبه لهادشي ديال العجز، ولا عندكم شي حاجات وقعوا لكم وقدرتوا تتغلبوا على العجز بهم، بارطاجيوهم معنا. وشكرا لكم بزاف، وتهلاو في راسكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. تهلاو في راسكم. باي باي.